في انترفيسز كتيرة تقدر تتعامل معاها على الراوتر بتاعك سواء كانت physical أو logical. مبدئيا كده الفيزيكال انترفيس هي انترفيس موجودة فعليا على الراوتر بتاعك من بره، ليها مدخل حقيقي في الراوتر وتقدر توصلها بسويتش أو براوتر تاني، وبتفتحها وتديها اي بي بشكل مباشر وبتشتغل على طول. بدخل عليها ان انا بقول له انترفيس وببتدي اكتب اسمها ورقمها. يعني مثلا بقول له انترفيس فاست ايثرنت 0 على 0، وجواها ببتدي اعمل لها نو شت داون، وبيبتدي يوريني ان هي اتفتحت واشتغلت معايا، وبقول له اي بي ادرس وببتدي اديها اي بي من الشبكه اللي انا كنت محضرها لها اصلا في الديزاين. ممكن اكون بتعامل مع لوجيكال انترفيس، يعني انترفيس مش حقيقيه. الانترفيسز اللي مش حقيقيه على الراوتر ليها استخدامات كتيره جدا. من اشهر الانترفيسز زي السب انترفيس واللي بنعملها علشان الفيلان. في حالة السب انترفيس المفروض ان انا الاول لازم ادخل على الانترفيس الحقيقية اللي انا هقسمها لسب انترفيسز وبعمل لها نو شوت. بعد كده ببتدي اخرج منها خالص، وبعدين ادخل على السب انترفيس اللي انا هديها جيت واي لفيلان معينة، وبعمل دوت وبكتب رقم زي ما انا عايز لكل فيلان. ببتدي اعمل سب انترفيس مختلفة بتفتح معايا وكده، وبيدخلني على سب مود جديد خالص اللي هو config sub if. جوه هنا لازم الاول اقول له انا عامله السب انترفيس دي ليه، فعشان كده بقول له مثلا encapsulation.1q واكتب رقم الفيلان اللي المفروض الانترفيس دي شغاله علشانها. بعد كده ببتدي اديها اي بي ادرس بشكل طبيعي جدا علشان يكون هو ده الجيت واي للفيلان دي. على فكره مش ده الطريقه الوحيده او مش المره الوحيده اللي بنعمل علشانها سب انترفيس. السب انترفيس بنستخدمها كمان مع الشغل بتاع حاجه زي الفريم ريلاي، وبرده لازم احدد له في الاول يا ترى انا عامله السب انترفيس دي عشان بوينت تو بوينت ولا مالتي بوينت فريم ريلاي، واقول له ان الانكابسوليشن بتاعي فريم ريلاي قبل ما اعمل اي شغل زياده. فمن مواصفات السب انترفيس ان هي لازم تكون انت محدد انت عاملها ليه قبل ما تديها الاي بي ادرس. في عندنا برضو من اللوجيكال انترفيسز اللوب باك انترفيس. بدخل عليها ان انا بقول له انترفيس لوب باك وببتدي اديها اي رقم يعجبني. اللوب باك انترفيس لوجيكال انترفيس يعني برضو مش موجوده على الراوتر بتاعنا من بره. بنستخدمها في المونيتورنج او المتابعه ترابل شوتنج الاختبارات، وبنستخدمها في التستنج لو انا حبيت ان انا اشغل عليها بروتوكول معين، بقدر اعمل عليها بينج، بدخلها في الراوتنج، بدخلها في الفلترنج، في السكيورتي، زي ما انا عايز. دي مباشرة أول ما باعمل لها create بتبتدي تفتح معايا، وبديها على طول IP address من الشبكة اللي تعجبني. نراعي دايما يا جماعة إن اللوب باك انترفيس، كل لوب باك انترفيس لازم تكون شبكة منفصلة. يعني لو أنت قررت مثلا إن الراوتر بتاعك فيه 5 لوب باك انترفيس، لازم الخمسة يكونوا من 5 شبكات غير بعض. ما ينفعش أبدا تعتبرهم كيوزرز، لا هم كل واحدة شبكة ما فيهاش غير IP واحد بس. في عندنا برضو من اللوجيكال انترفيسز التانل انترفيس. التانل انترفيس بتتعمل بطريقة انك تقول انترفيس تانل، بعد كده تبتدي تديها الرقم اللي يعجبك. زي ما انتم شايفين بتبتدي برضو تشتغل معايا وبيدخلني على طول على config if. بقدر برضو على طول ان انا اديها اي بي ادرس وبديها الاي بي اللي انا مخططه ليها في الديزاين. خدوا بالكم ان التانل انترفيس دي بتكون معموله علشان حاجه زي الفي بي ان او الدي ام في بي ان، وشغلتها ان هي بتساعدني ان انا اعمل تانل او نفق بين نقطتين بعيد عن بعض جدا. وكمان النقطتين دول ببتدي اخلي في بينهم security وبرايفسي عاليه عن طريق ان انا بشغل البروتوكولز بتاعه الفي بي ان زي الاي بي سيك وغيرها. هنا انا مثلا اديتها اي بي ادرس، بس مش بس كده، هي من مش لوجيكال انترفيس في الهوا زي اللوب باك انترفيس، هي لوجيكال انترفيس ومربوطه بفيزيكال انترفيسز وفيزيكال اي بيز موجوده فعليا عندنا في الديزاين. يعني لازم في الحاله دي بقول له ان انا عندي تانل سورس، يعني انا عندي بدايه للتانل ده، والبدايه لازم تكون انترفيس حقيقيه موجوده عندي في الراوتر سواء كانت فاست ايثرنت او غيره. وبرضه لازم بحدد ان انا في عندي تانل ديستنيشن، وده بيكون اي بي فعلي موجود عند الراوتر المقابل ليا في الناحيه الثانيه من التانل، وببتدي اكتب الاي بي الفعلي او الحقيقي بتاعه. وهناك برضه المفروض ان انا ببتدي اكتب هناك الاي بي بتاع التانل، وبكده بيبقى كاني عملت بوينت تو بوينت كونكشن بين النقطتين.
فالتانل انترفيس ليها برضو الشغل بتاعها، وهتلاقوني برضو عامله فيديو عن الفي بي ان والتانل انترفيسز. فكروني برضو في الكومنتس ايه كمان غير كده من الانترفيسز المختلفه على الراوتر، سواء كانت بستخدمها بشكل فيزيكال او بستخدمها بشكل لوجيكال. ولو حابين ان احنا نعمل فيديوز عن مواضيع معينه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس سواء على الفيسبوك او في اليوتيوب. وان شاء الله هنبدا كورس جديد CCNA يوم 13 اغسطس. اللي حابب ينضم لي يا ريت يبعت لي مسج على رسائل الصفحه او على الواتساب على الرقم ده. شكرا ليكم.